فريجرنس برفيوم، يا هتحبه قوي يا هتكرهه جدا. محبين نوتة القرص ومحبين زهرة السوسن يكونوا من المفضلات البرفيوم دي بالنسبة لهم. لكن الناس اللي هي نوتة القرص بالنسبة لها مش محبوبة، ما انصحش ابدا ان هم يقتنوا البرفيوم ده. البرفيوم ده لهواة نوتة القرص، لان الافتتاحية بتاعته افتتاحية قوية جدا من اللافندر، وبيجي في قلب العطر موجود نوتة القرص او زهور السوسن بتكون واضحة جدا مع البودري. وبيبتدي ان هو لما بيهدى بيبان كمان في قلب العطر نوتة من النوتات الفاكهية زي نوتة الكمثرى. ونوتة الكمثرى لو انت عايز تشمها فيه ممكن بعد ما ترش البرفيوم على ايدك تفركه كده شوية توصل لقلب العطر فيه، هتكون مشمومة للحظات وبعد كده بتبتدي البرفيوم تهدى. قاعدة العطر اللي موجودة فيها من الأخشاب الأرز وبعض النوتات الأخرى اللي معلن عنها بالنسبة لي ما بتكونش واضحة جدا في الدراي داون بتاعها، لكن نوتة الأرز بتفضل مكمية معايا من الافتتاحية لغاية الدراي داون، بيفضل نوتة الأرز باينة وواضحة ومشمومة كويس جدا، بس بتكون ممزوجة باللافندر في الافتتاحية بتاعتها وبتكون افتتاحية قوية. بالنسبة للثبات بتاع البرفيوم ده وأدائه، هو بيقعد وقت طويل جدا على الهدوم وبيكون ثابت بشكل واضح، والفوحان بتاعه بيكون لطيف جدا بالذات في فصل الشتاء وفي الأجواء الباردة سواء كان الصبح أو بالليل. برضو أنا بشوف إن هو ممكن من 3 ل 4 ساعات. الناس بتحب تحطه عموما يعني حتى في الخروجات الليلية وفي الخروجات الشيك، لأن هو فعلا بيرفيوم شيك جدا. كل اللي أنا عايز أقوله عن ديورامنتانس، وشكرا لكم.